بس لحد ما هيجي لي سكته قلبيه. انت بتقول النقابه يا استاذ رياض يعني مالهاش دعوه بالسيرك، لا ليها دعوه ودعوه كبيره جدا، وده موجود في قانون النقابه في اول سطر فيها بيقول الحفاظ على المهنه والعاملين بها. انا النهارده من ضمن ماليش دعوه بمشاكل الوزاره. انا النهارده متعرض للمنافسه الشديده بين شركات اجنبيه موجوده جت كده معرفش جت ازاي، واخد بال سيادتك، وبدات تشتغل في مصر وبامكانياتها القويه واحنا امكانياتنا الضعيفه. انا قعدت معاهم وعرضت عليهم ان مفيش حد اجنبي هنا يشتغل الا من خلال مظله السيرك القومي. ما لقيتش حد يسندني في ظهري. عشان نتكلم بصراحه، النهارده هم جايبين خيمه ثانيه. يعني معناها هتلاقي خيمه في وجه قبلي وخيمه وجه بحري واحنا قاعدين في بيوتنا. النقابه ليها دور في ان هي تدي تصريح للناس تشتغل او ما تشتغلش، او تجيب حقوق الناس دي او ما تجيبهاش. ده قانون. ايوه ده انا ما بتكلمش على البعد ده، لا انا بتكلم على البعد المالي. انا ما بقولش مالي يا ريس، انا بقول ككل قضيه كامله على بعضها. لا انت ده حق النقاب لو في سيرك تاني يدفع فلوس للنقاب. هي برضه مش مساله رسم نسبي برضه يا جماعه. لا يعني انا يجي دلوقتي حد يجيب 50 60 راقص وراقصه وانتشروا في جميع الفنادق وجميع المسرحيات، والاقي القطاع الفنون الشعبيه قاعدين في بيوتهم، واقول ايه؟ ما انا هاخد منهم رسم نسبي. هو ده حل يعني؟ لا، ده انا اجيب صاحب السيرك ده اقول له انت تشتغل من خلال السيرك القومي، اديله فنانين من عندك وخد من عنده فنانين مصريين يشتغلوا عندك، واديله مدربين يدربوا لاعبين السيرك. يعني في نوع من التعاون، الافاده مش لازم الماديه، لا الافاده الفنيه المعنويه. طيب ما احنا عايزين ندافع عن ده. انا لما بدخل لوزير بصفتي محمد ابو ليلى ببقى داخل فاتح صدري بس هو ده، وظهري في زمايلي، يعني زمايلي في ظهري. انما لما اتقوى بالنقابه بتاعتي عشان اجيب حقوق رجالتي، ما هو ده دور النقابه برضه. انا مش هجيب حاجه لابو ليلى شخصيا، انا مش عايز حاجه، انا الحمد لله رب العالمين نجحت في حياتي العمليه وما حد زعل مني وخرجت سليم، ويعني حاولت اعمل كل حاجه. انا عايز دلوقتي ان النقابه مع لعيبه السيرك يبقوا في ظهري، هقدر احقق اكتر من اللي انا بتمناه. شكرا استاذ ابو ليلى.